في الحلقة اللي فاتت وقفنا عند موت أحمد بن طولون، وكان لازم يكون في حاكم للبلاد من بعده. واللي احنا مقلناهوش في الحلقة اللي فاتت إن ابن طولون كان عنده 30 ولد ذكر، ومن ضمن الأولاد دول واحد اسمه خمروي، وهو اللي عهد ليه ابن طولون بولاية العهد، وهو بطل حلقتنا النهاردة. أنا محمد سعيد من قناة تاريختولوجي، ويلا بينا نحكي حكاية خمروي ابن أحمد بن طولون. أبو الجيوش خمروي بن أحمد بن طولون اتولد في سمراء سنة 864 ميلاديا. بعد موت أحمد بن طولون بيكتشف خمروي إنه ولي العهد، وإن أبوه كان أوصى له بالحكم من بعده في وصية مكتوبة مع أمين السر، فجددت البيعة عليه من كل القادة وهو دون 20 من عمره. وده بيبين مش قد إيه هو قوي، على قد ما أبوه كان قد إيه محبوب من كل القادة بتوعه والتابعين ليه. فكان من السهل قوي إن أي حد من القادة يعمل انقلاب ويقتل العيل اللي بقى ملك فجأة ويستولى على حكم مصر. ومن ضمن الناس اللي طلب منهم البيعة خمروي أخوه العباس، اللي كنا اتكلمنا عليه في الحلقة اللي فاتت، وقلنا إن هو عمل انقلاب على أحمد بن طولون، لكن الانقلاب بيفشل وبيخش العباس السجن. فبيطلع خمروي أخوه العباس من السجن وبيطلب منه البيعة، لكن العباس بيرفض على حس إن هو الأولى بالحكم. فبيؤمر خمروي بقتل أخوه العباس، ودوت بيبين قد إيه كانت شخصيته قوية بالرغم من صغر سنه. هو أي نعم العباس كان عامل مشاكل في عهد أحمد بن طولون، وهو الوحيد اللي انقلب عليه، لكن برضه في الأول وفي الآخر العباس بالنسبة لأحمد بن طولون ابنه كان صعب جدا إن هو يقتله، هو مش كافر يعني. لكن بالنسبة لخمروي فالعباس هيلا أخوه، واحد من ضمن 30 أخ، فسهل جدا إن هو يتخلص منه، عشان أولا يستقر ليه الحكم، وتاني حاجة ما يطلعش حد من إخواته ويقول له برضه أنا ابن أحمد بن طولون وليا الحق في الحكم. فبالبلدي كده اضرب المربوط يخاف السايب. وأول ما يمسك خمروي الحكم بيكون هو على دراية طبعا بحجم المشاكل اللي كانت بين أبوه وبين الدولة العباسية المتمثلة في الموفق، فبيجهز الجيوش بتاعته والأسطول البحري وبيبعتهم على الشام لتأمين الدنيا هناك خوفا من غدر العباسيين. وعلى قيادة أحد الجيوش كان في قائد اسمه الوسطي. الوسطي دوت هو اللي أشار على خمروي إنه يقتل أخوه العباس عشان يستقر ليه الحكم. فكان خايف إن خمروي ضميره يصحى إنه إزاي يقتل أخوه ويقلب عليه هو كمان ويقتله. فبيقرر الوسطي إنه يتضامن مع الدولة العباسية اللي فيها أكتر واحد بيكره الدولة الطولونية، واللي كنا اتكلمنا عنه باستفاضة في الحلقة اللي فاتت، وهو الموفق أخو الخليفة. وفعلا بيتم التواصل بينهم، وبيظهر الوسطي الولاء للدولة العباسية بإن خمروي لسه عيل صغير والقضاء عليه سهل، وإن دوت أكتر وقت سهل فيه القضاء على الدولة الطولونية بالكامل. وفي نفس الوقت بعض قادة الدولة الطولونية بيتواصلوا مع الموفق لنفس السبب، وكان هدفهم الانفصال بالمدن اللي تحت إمارتهم في الشام عن الدولة الطولونية. وفعلا بتتحرك جيوش الدولة العباسية للشام، وبتدور هناك كذا معركة بين جيوش العباسيين وجيوش خمروي، اللي في الأول بتكون الغلبة للعباسيين، ولكن في النهاية الكفة بتميل لصالح خمروي. ودي كانت بداية اكتساب خمروي الخبرات العسكرية في إدارة المعارك من القادة اللي كانوا موجودين على أرض الشام، وخصوصا قائد اسمه سعد الأعصر، صاحب الفضل الأول في انتصار الجيوش الطولونية. وبعد تثبيت الحكم الطولوني على الشام بيروح خمروي هناك وبيطلع صدقات وهبات على أهل الشام بطريقة مبالغ فيها توصل لحد البذخ، وبيتعامل مع الأسرى العباسيين بطريقة ما كانتش مسبوقة قبل كده، وهو إنه قال للأسرى دول ضيوف عندنا فأحسنوا ضيافتهم. وزي ما بيتقال بالنص في كتب التاريخ إنه قال من أراد المقام فله الإكرام، ومن أراد الرجوع فجهزناه وصيرناه. وبيسيب خمروي قيادة الشام كلها في إيد أهم القادة هناك، وهو سعد الأعصر صاحب الفضل في الانتصار على العباسيين. وبعد فترة بسيطة بيفكر سعد الأعصر في الاستقلال بالشام عن الحكم الطولوني، ولكنه كان صرصار وكثير الكلام جدا، فالكلام دوت بيوصل لخمروي اللي بدوره بيسافر على الشام، وبالتحديد لمدينة الرملة، وبيبعت لسعد الأعصر عشان يجيله هناك. فالأعصر بيروح له بسلامة نية، وأول ما بيدخل على خمروي الخيمة بيقتله، يعني حتى خمروي ما قالوش السلام عليكم، خلص عليه على طول. وبعد التخلص من سعد الأعصر بتظهر بعض الحركات اللي نقدر نقول عليها شبه بداية تمرد، لكن خمروي بيقدر إنه يهديها كلها بالسياسة مش بالحرب المرة دي، وبيبدأ يكون شبه أبوه شوية في إدارة الأزمات. وبعد الهدوء التام في الجبهة الشامية بيفضل قدامه الجبهة العباسية،
فبيقرر إنه يمشيها معاهم سياسة مش حرب. فبيقرر إنه يبعت رسالة لأحمد بن الموفق يعرض عليه الصلح. فأحمد بن الموفق بيعرض الأمر على أبوه الموفق وعمه المعتمد على الله وأخوه المعتضد، وفعلا بيتم الصلح بينهم مع إقرار الدولة العباسية بحكم خمروي وأبنائه على مصر والشام لمدة 30 سنة، مقابل إنه يدفع 200 ألف دينار عن اللي فات و300 ألف دينار عن كل سنة في ال30 سنة الجايين. وفعلا الديل بيتوافق عليه من الطرفين. وبعد كده بفترة بسيطة بيموت الخليفة العباسي المعتمد على الله، وبيتولى مكانه المعتضد ابن الموفق، وبيتم تجديد البيعة من خمروي من باب احنا على قديمه ومفيش حاجة اتغيرت بينا وكده. وفعلا الاتنين ما بينقضوش الصلح ما بينهم. ولزيادة توطيد العلاقات الطولونية العباسية بيبعت خمروي للمعتضد طلب غريب شوية في زماننا ده، يمكن يكون كان عادي في وقتها. بيطلب زواج بنته اللي اسمها أسماء واللي كانت مشهورة بقطر الندى من ابن الخليفة، حاجة كده زي اخطب بنتك وما تخطبش لابنك. وفعلا بيتم الموافقة من الطرفين. لكن بتحصل حاجة غريبة قوي، إن الخليفة هو اللي قرر إنه يتجوز قطر الندى بنفسه. الخليفة المعتضد كان ساعتها عمره 36 سنة وقطر الندى عمرها 14 سنة بس، وبالرغم من كده بيتم فعلا الزواج. وبيقول المؤرخين على هذا الزواج كلام قد يصل لحد الأساطير من كمية البذخ اللي عمله خمروي في تجهيز بنته في رحلتها إلى بغداد لدار الخلافة، لدرجة إن المؤرخين بيقولوا إن جهاز قطر الندى أفكر الدولة الطولونية وأفكر مصر والشام. فمن الكلام اللي بيتقال عن هذا الجهاز إن الجمال اللي كانت محملة بجهاز العروسة أول جمل وصل لبغداد والأخير كان لسه في القطائع أو في الفسطاط. أنت مدرك معايا يعني إيه اللي أنا بقوله دوت؟ ده لو أول جمل في القاهرة والأخير في الجيزة ده حوار إشحال بقى بين القاهرة وبغداد. وبيتقال برضو إن كان ليها 1000 مثقال من الهون مصنوع من الذهب. والهون ده أنا معرفش بنطق الكلمة صح ولا غلط، لأن بعض المؤرخين أو بعض المفسرين للكلمة دي قالوا إن هو قصده الهون بتاع التوم اللي هو كان طبيعي بيتصنع من النحاس، لكن يتصنع 1000 واحد منه ومصنوعين من الذهب، فده بيبين قد إيه البذخ اللي كان عايش فيه خمروي. ده غير عشرات ومئات الصواني من الذهب والفضة اللي الحواف بتاعتهم كانت مصنوعة من خشب الصندل، غير سرير مصنوع من الذهب. واستمر الحفل الأسطوري دوت لمدة 3 سنين. وبسبب مظاهر البذخ المبالغ فيها اللي حصلت في العرس دوت، فضلت السير الشعبية المصرية بتتناقل هذه الأحداث لحد فترة قريبة جدا. ويمكن يكون جه على ودنك أو عدى عليك اسم قطر الندى قبل كده. وبذخ خمروي موقفش لحد حياته الشخصية بس، ولكنه كمان كان مستمر لحد الجيش اللي كان بيهتم جدا باللبس بتاعهم. فالخيام اللي كان بيقيموا فيها كانت مصنوعة من أجود أنواع الأقمشة. فبيبين غنى هذا الجيش اللي ممكن يكون له تأثير نفسي سيء على الأعداء. واختار لنفسه فرقة من الجيش وغرقهم فلوس وأراضي عشان يكون ولائهم الأول والأخير ليه. وقد كان فعلا، وأثقل عليهم في التدريبات بشكل مبالغ فيه لحد ما كانوا أشبه بفرقة صاعقة أو كوماندوز دلوقتي. وعمل منهم الحرس الشخصي بتاعه وميزهم بزي مختلف عن أي فرقة تانية في الجيش. وبنى لنفسه قصر تاني غير القصر اللي كان بناه والده أحمد بن طولون، وعمل فيه بستان كبير جدا وجمع فيه أشجار ونباتات من كل أنحاء العالم. ده غير جنينة حيوانات صغيرة كده كان جامع فيها كل أنواع الحيوانات اللي ممكن تيجي على بالك واللي مش هتيجي كمان. وكان مقسمها الحيوانات أليفة في منطقة والحيوانات المفترسة في منطقة تانية. ومن ضمن الحيوانات دي كان عنده أسد مميز لونه أبيض، كان مربيه في جناحه الخاص من وهو شبل صغير. وجود الأسد دوت في أوضة الأمير ألهم صناع السينما في الغرب باقتباس الفكرة ديت زي ما اتمثلت في فيلم علاء الدين. ومن الحاجات الغريبة أوي في خمروي إن ما كانش بيعجبه شكل جذوع النخل، فكسى كل النخل اللي في بستانه بكسوة مصنوعة من النحاس المذهب. وكان برضو مع دخلة المناسبات الدينية زي الأعياد أو رمضان مثلا كان بينزل بنفسه يحتفل مع عامة الناس، وكان بيرمي عليهم دنانير من الذهب. فكان مخلي الناس بتحبه وتحب ظهوره في وسطهم. ومن كتر مظاهر الإسراف والبذخ اللي كان عايش فيها خمروي فعلا اتأثرت الخزائن المصرية بشكل واضح، فبالتبعية قل صرفه على الناس اللي حواليه، فابتدوا يزمزقوا وابتدت تطلع أصوات خافتة للانقلاب عليه وتعيين عمه الأمير مضر مكانه. ولما وصل الكلام دوت لخمروي فبمنتهى الهدوء قتل عمه مضر. وبعدها بفترة بسيطة جدا وأثناء تواجد خمروي في الشام وبالتحديد في دمشق بيطلع النهار عليهم في يوم يلاقوا خمروي مقتول في سريره بقصره بدمشق. واختلف المؤرخين حوالين مين اللي قتله وقتله ليه،
فابن الأسير بيقول إن دوت كان بتدبير من رجالة عم مضر انتقاما ليه، وبيقول المسعودي وابن تغري بردي إن دوت كان من تدبير الخليفة العباسي نفسه. على أي حال بيموت خمروي سنة 896 ميلاديا عن عمر 32 سنة بس، ومدة حكمه استمرت 12 سنة، وبيتم نقل جثمانه إلى مصر وبيدفن بجبل المقطم. وبعد موت خمروي بتدخل الدولة الطولونية في حالة ضعف شديد جدا، فبيمسك الحكم أبو العساكر جيش ابن خمروي، اللي كان شاب عديم المسؤولية ومنغمس في ملذاته لدرجة كبيرة جدا، وخلى رجالة الجيش ما ياخدوش رواتبهم، وخصوصا في الشام، اللي خلى بعض الجند وأفراد الجيش يطلعوا على الناس في الشام يفرضوا إتاوات على التجار، فعمت الفوضى هناك بشكل مبالغ فيه، اللي جرأ الروم إن هم يعملوا هجوم على بلاد الشام، وفعلا احتلوا بعض المدن فيها، الأمر اللي خلى أهل الشام يثوروا على الحكم الطولوني وتخرج الشام بالكامل من تحت إيد سلطة الدولة الطولونية. وبسبب ضعف أبو العساكر وعدم قدرته على إدارة البلاد بيتبرأ العلماء من بيعته، فبيقوم الجيش بخلعه، وبيتولى بعده أبو موسى هارون أخوه الصغير، اللي كان عمره ساعتها 14 سنة بس. فطفل في العمر دوت يمسك دولة بحجم مصر وكمان مش مستقرة، الموضوع صعب جدا. الشيء اللي بيخلي الدولة العباسية بتقرر إنها دوت الوقت المناسب للقضاء على الدولة الطولونية، وفعلا بيبعت العباسيين جيش قوي جدا بقيادة واحد اسمه محمد بن سليمان، اللي بيهزم الجيش الطولوني بمنتهى السهولة، ويهرب الطفل أبو موسى على الشرقية، ولكنه بيتقتل على إيد عمه شيبان، اللي كان عايز يولي نفسه على حكم مصر، ولكن بيتم القضاء عليه هو كمان، ويستولى العباسيين على القطائع وبيولعوا فيها بالكامل، وفعلا بتختفي آثار المدينة تماما، وما يفضلش منها غير الجامع الكبير أو جامع أحمد بن طولون، الشاهد الوحيد على هذه الحقبة من تاريخ مصر. ولو كنت شفت الحلقة اللي فاتت عن أحمد بن طولون هتلاقيني قلت في المقدمة إن أحمد بن طولون لما بنى الجامع قال للمهندس اللي بناه: أريد مسجدا إذا احترقت مصر لم يحترق، وإذا غرقت لم يغرق. وده فعلا اللي حصل، المدينة اتحرقت بالكامل، ومفضلش غير الجامع دوت شاهد على التاريخ لأكتر من 1150 سنة لحتى الآن. وبكده بتنتهي الدولة الطولونية ومعاها حلقة النهاردة. كان معاكم محمد سعيد من قناة تاريختولوجي، ولو كنت وصلت معايا لحد هنا فده معناه إن الحلقة عجبتك، فما تنساش بقى اللايك والشير والسبسكرايب لو أول مرة تنورنا على القناة، وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد أول بأول. واستنونا في حلقة جديدة، وسلام.